قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا: هناك تقارير وصلت إلينا وثقت انتهاكات بالاتفاق في اللحظات الأولى، وبالتحديد من مدينتي دمشق ودرعا. وأضاف دي مستورا: من المحتمل أن يتوقف الاتفاق لفترة وجيزة، وسيكون تحت الاختبار. حذر الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطية هدب صلاح الدين ديمرتاش السلطات التركية ارتكاب أي مجازر في بلدة سور بولاية ديار بكر ذات الغالبية الكردية. واتهم ديمرتاش حزب العدالة والتنمية بأنها تحمي الجماعات الإرهابية كالنصرة وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية. ووصف ديمرتاش رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو بأنه خليفة تنظيم الدولة الإسلامية. شن تنظيم الدولة الإسلامية هجوما على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الأبيض جريسبي على الحدود مع تركيا شمال سوريا، وسيطر على حي الإسكان في المدينة، مما دفع التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى شن غارات لإجبار مسلحي التنظيم على التراجع والتوقف. ومن جهته قال ريدور خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية هاجموا مدينة الأبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب. وأكد خليل أن قوات الأسايش ووحدات حماية الشعب استطاعوا دحر هذا الهجوم ومحاصرة المهاجمين في نقاط محددة، مؤكدا أنه تم القضاء عليهم. طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما كل الأطراف السورية بالالتزام بقرار وقف إطلاق النار، كما شدد أوباما على ضرورة التزام النظام السوري وروسيا بقرار وقف إطلاق النار وضمان عدم القيام بأي خروقات، مؤكدا أن واشنطن تراقب كل الأطراف. ويذكر أن الهدنة التي اتفقت عليها موسكو وواشنطن تهدف للوصول إلى حل سلمي شامل للصراع الممتد منذ 5 سنوات في سوريا.